ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال. هنبدا فيديو جديد مع بعض النهارده. ايه هي الحاجات اللي ممكن تكون متوفره عندك لو انت بنوته لسه انت بنت وما عندكيش الامكانيات اللي انت تعملي روتين او تعملي اي حاجه؟ حاجات بسيطه جدا جدا هتفرق في يومك، لازم تكون متوفره عندك ومش هتكلفك حاجه خالص. اول حاجه ميه الورد. ميه الورد دي حاجه اساسيه جدا جدا ومهمه قوي، لازم تكون موجوده عندك سواء كنت عندك روتين او ما عندكيش. مهمه قوي قوي قوي. ممكن تستعمليها كتونر لبشرتك، ممكن ترطبي بيها عادي لبشرتك مفيش اي مشكله. ممكن تستعمليها لشعرك، تعملي منها هير ميست لشعرك، مفيده جدا جدا في كل الاحوال. فلازم تكون متوفره عندك، لازم تكون متوفره عندك مهمه قوي برضو، وهي شفرات الفلامنكو الاصليه وملقاط للحواجب. ملقاط للحواجب هتشيلي بيه الزيادات البسيطة جدا اللي بتطلع فوق الحاجب وتحت الحاجب، غير كده لا. الشفرة بتاعت الفلامنكو الأصلية بتعملي بيها إزالة للشعر في اتجاه الشعر، مش عكس الاتجاه. وكمان لازم تكون أصلية معاكي وتجيبيها من حد مضمون وثقة وتكون نظيفة جدا، عشان خاطر بشرتك لو حساسة ما يجرالهاش أي حاجة. تالت حاجة مهمة جدا قوي وهي جل الصبار. جل الصبار مفيد جدا جدا، لازم يكون عندك، ده اساسي. جبتيه من النوع الغالي شوية، من النوع الرخيص اللي هو العادي خالص بتاعنا ده. لازم يكون عندك جل صبار. اولا بيساعد ان هو يرطب وبيعالج حاجات كتير جدا جدا للبشرة، زي مية الورد. مية الورد برضو على فكرة مش بس ان هي بترطب وممكن نستعملها كتونر للبشرة، لا، هي بتساعد ان هي البشره تبقى نضره لامعه. فيها ليها فوائد كتير جدا جدا للبشره. لو قعدنا من هنا لبكره نعدها مش هتخلص. فبصراحة يعني الحاجة دي مهمة جدا جدا ولازم تكون متوفرة عندك. جل الصبار ينفع كمان ان انت تستعمليه قبل الشفرات. ان انت الشفرة ما ينفعش ان انت تستعمليها على وجه ناشف، فممكن ترطبي باي زيت معين عندك لبشرتك. ولو ما بتحبيش الزيوت ممكن تستعملي جل صبار، حلو جدا جدا قوي ان انت تحطي منه طبقة على بشرتك قبل ما تستعملي الشفرة وتبدأي تشتغلي بالشفرة عادي. حاجة وهي مهمة قوي برضو وهي الفازلين. الفازلين يا جماعة مهم جدا، ده ابسط الامكانيات لو انت ما عندكيش حاجة ترطبي بيها كريمات الترطيب والحاجات دي، مع ان في كريمات كتير، بس انا بتكلم في اقل الامكانيات لو انت مش متوفر عندك الحاجات دي. الفازلين ممكن يحللك المشكلة دي. اولا الاكواع والركب والكلام ده في الشتاء بتبقى صعبة جدا، وفي الصيف كمان في ناس في الصيف بيبقى المنظر بيبقى مدي بياض كده من كتر الجفاف. الشفايف ممكن ترطبي بيها او ممكن تعملي بيه سكريب برضو من الفازلين عادي خالص مفيش اي مشكله. تبدأي بيه بحواجبك، تنظمي بيه شكل حواجبك او شكل تسرحي بيه شكل حواجبك. ممكن ينفع ان هو في رموشك يرفعهم عادي خالص، بس انا عملت فيديو قبل كده وقلت فيه ما ينفعش ان انت تستعمليه لبشرتك، هسيبهولكوا في صندوق الوصف عشان تشوفوه. الفازلين بيرطب الشفايف وكل حاجة، بس احنا في نفس الوقت عايزين حاجة تدي ترطيب ولون ونضارة للشفايف، تبقى باينة كأنها فيها نضارة، ليها مظهر وردي وشكل حلو قوي قوي. علشان كده احنا محتاجين جنبه حاجة للشفايف مخصوص تدي لمعة، تدي لون، تدي نضارة، شكلها يبقى كده، شكلك يبقى مدي مظهر وردي حلو. علشان كده ممكن تجيبي زبدة كاكاو، يا اما اللي هي فيها لون، يا اما الحاجات اللي طالعه دلوقتي اللي هي السحريه دي اللي بتبقى ما فيهاش حاجه، واول ما تحطي تدي لون كده وردي سحري. بس انا حاليا بستعمل ده. ده بيدي لون وفي نفس الوقت بيدي لمعة حلوة كده للشفايف، وكمان في ريحة الفراولة. فده جميل جدا جدا. انا تقريبا خلاص هو خلص معايا وهجدده تاني، يا اما هجيب حاجة هشوف بقى طالع جديد ايه وهجيب. مفيش بنت ما ينفعش يكون عندها ده. عارفين ايه ده؟ ده مبرد الضوافر. في بنات كتير جدا جدا وانا واحده ست اهو متجوزه وما عنديش ضوافر، بس لما باجي اقصهم لازم تمشي عليهم وتظبطي شكلهم كلهم يبقى مستوى واحد في ضوافرك. يعني حتى لو انت بتقصي ضوافرك وما عندكيش ضوافر اللي هي كبيره قوي، مش قصدي كده خالص، مش قصدي ان انت لازم تكبري ضوافرك وتبردي والكلام ده كله. ممكن ان انت تكونوا قصيرين عادي زي بتوعي كده، وفي نفس الوقت بتمشي عليهم بالمبرد تخلي شكلهم حلو وشكلهم كله في اتجاه واحد. آخر حاجه وهي فقره تعطير الجسم. تعطير الجسم ده مهم جدا جدا، وخصوصا في فتره الصيف اللي احنا فيها دي اساسي قوي ان انت تستعملي حاجه زي كده. احنا مش بنتكلم في الصيف ومعنى كده ان في الشتاء تهملي، لا، بس
بس في الصيف بتهتمي اكتر لو بتعملي تعطير لجسمك مرة او مرتين في اليوم، لا بيتضاعف في الصيف علشان خاطر الحر، عشان خاطر ما يطلعش منك اي حاجة وحشة لا قدر الله. مسك الطهارة اهو، ابسط الامكانيات، ابسط حاجة مسك الطهارة والمخمرية. هي مش ابسط الامكانيات خالص يعني، هي الحاجة غليت بس ديت احسن مليون مرة من البرفان. مش هيطلع منك ريحة، بتستعمل بيبقى تحت الملابس مش فوق، مش زي البرفان بترشي من فوق. والمخمرية برضو نفس الحكاية، وفي نفس الوقت بتدي تعطير حلو وانتعاش لجسمك، بتبقي كده حاسة ان انت منتعشة طول الوقت. تمام. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى من الله يكون عجبكم. ما تنسوش لو انتوا لسه اول مره تشوفوني او مش مشتركين لسه في القناه، تعملوا سبسكرايب للقناه على طول وتفعلوا زر الجرس. ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده دوسوا لي لايك ليه على طول. مع السلامه.